لا زال الحديث بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب مستمرة. بالرغم من خروج شيرين بكلمات مقتضبة طمأنت فيها المتابعين أنهما بخير، إلا أن تلك الكلمات لم تكن محل اقتناع من جانب الجمهور. وتواصلت فوشيا مع مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب لحسم الجدل المثار حول احتيال حسام حبيب على أموالها وقيامه بالتصرف في بعض شؤونها دون الرجوع إليها بموجب توكيل منها بإدارة أعمالها، حيث أكد أن هناك مشاكل بالفعل وقعت بين الثنائي في هذا الشأن. وأضاف المصدر أن كلمة احتيال على الأموال غير واردة على الإطلاق في تلك الأزمة، إلا أن حسام حبيب يتصرف كيفما يشاء دون الرجوع لشيرين في بعض الأمور، وهو ما أثار استياءها وجعلها تستشيط غضبا منه. وأوضح المصدر أن الأزمة التي زج فيها مؤخرا باسم حسام حبيب مع الملحن والمنتج ياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق لاحت في الأفق، إذ قال حسام لشيرين خلال تلك الأزمة أنه يدير شؤونها وفق ما يراه مناسبا، منوها بأن هناك بعض التصرفات التي قام بها حسام اعترضت عليها شيرين فيما بعد. وأضاف المصدر أن الأزمة المثارة حاليا تحمل عرض شيرين لبعض التعديلات في مسألة إدارة حسام لأعماله، وهو ما رفضه حسام، الأمر الذي جعل الطرفين يختلفان. وتسرب هذا النبأ بين بعض المقربين فوصل لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا بصورة خاطئة. ولفت المصدر إلى أن شيرين وحسام لم يتوصلا للحديث في مسألة الطلاق بينهما، لكنها غير مستبعدة بأي حال من الأحوال، لا سيما حال تشبث كل منهما بموقفه في مسألة الأعمال الفنية. كما ألمح المصدر إلى أن حسام يتحلى بالصبر في تلك المسألة، لأنه أكد للمقربين منه بأنه يخاف في المقام الأول على مصلحة شيرين الخاصة.